طالب جمهوري. ازيكم؟ انا جاي النهارده اتكلم معاكم عن خرافه من خرافات التصوير. جايين ننهيها النهارده ونخلص الموضوع ده عشان الصراحه انا تعبت في حته الشطر. الكاميرا دي عامله كام شطر؟ الشطر بيأثر على الكاميرا، الشطر بيتغير، لا ده الشطر بتاعها عالي، لا ده الشطر بتاعها قليل. انواع الشطر ايه وايه اللي بيحصل في الشطر ويعني ايه شطر وعملنا 10,000 شطر لحد دلوقتي. بكل بساطه انا جاي النهارده اتكلم عن الشطر، بس مش جاي اتكلم عليه بقى بفكره ان هو بيدخل ضوء والكلام ده. انا جاي اتكلم عن الشطر كاونت، اوكي؟ فكره عدد الصور اللي الكاميرا بتعملها. لو جينا نتكلم عن الشطر كاونت، الصراحه انا بجهز وبقرا وبشوف الحاجه وبنكتب الكونتنت، لقيت ان في حاجات كتير قوي لازم تبقى انتوا عارفينها عن حته الشطر. يعني لازم تبقى عارف اولا كاميرتك هي ميكانيكال شطر ولا فيرست كيرتن ولا الكترونيك شطر. ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه اللي جوه الكاميرا؟ وكمان لازم تبقى عارف طب هو لما الشطر بيكتر بيحصل ايه للكاميرا؟ يعني الكاميرا بتبوظ مثلا. في ناس كتير قوي بتيجي تقول والله لا ده انا اشتريت كاميرا 40,000 شطر. طب هو الماكسيمم كام؟ طب انت متخيل ان انا مثلا لو قلت لك الماكسيمم 200,000 صوره، هل انت متخيل ان بعد ال 200,000 صوره الكاميرا هتقول لك صباح الفل احنا مش عارف احمد السقا اللي هو صباح الفل، لا احنا مش هنصور تاني؟ لازم تبقى عارف الفكره بتاعه الشطر كاونت عموما عشان تبقى مدرك انت بتعمل ايه، سواء بتشتري كاميرا او بتبيع كاميرا او الكاميرا بتاعتك عامله شطر قد ايه. اوكي، سريعا كده ايه هو الشطر؟ الشطر ده هو جزء ميكانيكال موجود على السنسور في ستارتين، حاجه اسمها فيرست كيرتن وحاجه اسمها سكند كيرتن. اللي بيحصل حضرتك ان حضرتك طول الوقت لو انت بتتكلم في الدي اس ال ار الشطر ده مقفول، قررنا نصور هيفتح كده هو الفيرست كيرتن وبعدين السكند كيرتن وبعد كده الاثنين ينزلوا. في الميرورلس طول الوقت السنسور بتاعي مفتوح، وانس ان انا دوست ف الفيرست كيرتن هتنزل، اوكي، وبعدين تفتح تاني الصورة تتجاب وبعد كده تقفل وبعد كده تنزل، اوكي، او اللي تحت ينزل يطلع فوق وبعد كده السنسور يتعرض للضوء. ده اسمه الميكانيكال شطر اللي بيبقى موجود في الميرورلس. عندنا بقى حاجة اسمها فيرست كيرتن الكترونيك شطر، اللي هو انا مش بحتاج بقى ان السنسور او الشطر بتاعي ينزل على السنسور وبعد كده يفتح ياخد الصوره وبعد كده يقفل تاني، لا هو السنسور على طول معرض للضوء في الميرورلس، وبعدين بتطلع بس الشطر يقفل على او بينزل الشطر يقفل بس على السنسور. يبقى كده الفيرست كيرتن بس هو اللي قفل على السنسور بتاعي او منع ان هو يتعرض للضوء. وبعد كده حاجه اسمها الالكترونيك شطر اللي هو السنسور على طول متعرض للضوء. انا بقى قررت ان انا اصور، خلاص السنسور نفسه هيبدا ان هو يعمل زي سكرين شوت من الكاميرا. وطبعا الكاميرات مختلفه، وكاميرات فيها ميكانيكال وكاميرات فيها الكترونيك وكاميرات فيها فيرست كيرتن الكترونيك وكاميرات كتير قوي على فكره غير نيكون وكانون. هتلاقوا فيها الالكترونيك شاتر بيعلى لغايه واحد على 40,000 واحد على 16,000، ارقام بقى فوق الواحد على 8,000 اللي احنا بنشوفها في الدي اس ال ار او في نيكون وكانون. ما تحصروش دماغكم بس على نيكون وكانون وسوني اللي انتوا بتشوفوهم في الماركت بتاعنا. في كاميرات كتير الشاتر كاونت بتاعها بيوصل لارقام كبيره جدا وبدانا حتى نشوفها في الماركت بتاعنا. يبقى احنا كده فهمنا حته الشاتر وحته ان هو الكترونيك، يعني فكره ان حاجه بتطلع وبتنزل وهكذا. مش هقعد بقى اكلمكم على مميزات وعيوب كل حاجه، ولكن كل حاجه ليها مميزات وعيوب. تقدروا ان انتوا تخشوا على اليوتيوب او اعمل لكم حلقه تانية نتكلم عن الموضوع ده. ولكن من اكتر الحاجات اللي ليها مميزات شويه هي الالكترونيك شاتر. يعني ناس كتير قوي بتقول الالكترونيك شاتر ما فيهوش فايبريشن، الالكترونيك شاتر ما بيحتاجش ان انا يبقى فيه جزء ميكانيكال يتغير او الكلام ده كله. الالكترونيك شاتر بقدر اوصل فيه لارقام كبيره جدا لو انا محتاج ان انا اصور في الشمس وهكذا. وعشان كده بدا يبقى فيه في الكاميرات مثلا الميرورلس الجديده اوبشن ان انت تختار الالكترونيك والميكانيكال. ما كناش بنشوف الموضوع ده قبل كده في حته ان هو يقول لك والله الشاتر هنا فريمز بير سكند لو الكترونيك يوصل لكذا ولو ميكانيكال يوصل لكذا. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على ال1 دي اكس مارك 3 كدي اس ال ار، لما اعلنوا عنها قال لك 12 صوره في الثانيه ميكانيكال و20 صوره في الثانيه او 20 فريم بير سكند لو الكترونيك، لان هو ما فيش حاجه بتطلع وبتنزل فبالتالي ما بتاخدش زمن. مش ده اللي انا جاي اتكلم عليه الصراحه. انا جاي اتكلم النهارده عن فكره الشاتر كاونت، عدد الصور اللي بتتاخد بالكاميرا. هل الموضوع مرعب؟ يعني فكرة ان انا الكاميرا بتاعتي عاملة 100,000 صورة 200,000 صورة مليون صورة وهكذا. باي ذا واي عايز اقول لكم ان انا ممكن اوريكم فيديو دلوقتي، احط لكم اللينك بتاعه او يشغلوه دلوقتي في المونتاج، لحد مصور بالكاميرا بتاعته 5D Mark II مليون، وهو بيتست عليها لقاها عاملة 1,400,000 باين ولا 1,040,000 صورة وما غيرش الشطر وشغالة وما عندوش فيها مشكلة. فدي حتة كده هنخبطها وهنخلص عليها كمان شوية.
ببساطه كده الشاتر كاونت هو فكره ان انا باخد كام صوره بالكاميرا دي، اللي المفروض بناء عليه اعرف حاله الكاميرا عامله ازاي. ده الجينيريك، الموضوع الجينيريك. ممكن بقى يحصل حوارات، بمعنى لو انا راجل بحافظ على الكاميرا جدا، اوكي، والكاميرا دي بصور بيها تايم لابس. تايم لابس ده نوع من التصوير بيحتاج عدد صور ضخم، يعني بيحتاج صور كتير جدا عشان تعمل بقى فيديو لنجوم ولا حاجه بتتحرك او الكلام ده كله. فانت ممكن في السيشن واحده تصور لك مثلا 10 15 الف صوره، اوكي، بس الكاميرا ثابته، ما استهلكتش، ما حصلش فيها مشاكل في زراير، مشاكل في حاجه ميكانيكال. هو دلوقتي الشاتر بتاعي بس هو اللي بيفتح وبيقفل، وعلى اساسه بيبدا يعد صور. فانا ممكن اجي اقول لك والله الكاميرا دي صورت 300 الف صوره، تقول يا 300 الف صوره دي اكيد حالتها متبهدله. لا، الحاله العامه بتاعت الكاميرا او فكره اداء الكاميرا ما بيتاثرش باي حاجه ليها علاقه بالصور، اوكي، ليها علاقه بعدد الشطر. وعلى العكس على فكره، انا لو بصور بالكاميرا دي فيديو، لو بصور فيديو، فانا بالتالي ممكن ابهدل الدنيا، اوكي، الكاميرا تقعد معايا بقى شطات، واخد بقى من الصبح بالليل فيديوهات ومش عارف ايه، وتلاقي الكاميرا في الاخر عامله 1000 صوره. فعايز اقول لكم ان مش بس مقياس فكره الشاتر كاونت وانت بتشتري الكاميرا بتاعتك. على فكره زي العربيات كده، انت ممكن ابقى عامل كيلومترات قليله بس العربيه متبهدله، وممكن ابقى عامل كيلومترات كتيره بس بسافر، فالكيلومترات بتعد بس العربيه حالتها كويسه. ده نفس الفكره في الاثنين. طيب هو احنا ليه بنتكلم عن فكره الشاتر كاونت وليه الشاتر بيتغير؟ بصوا، في الواقع زمان كانت ولحد دلوقتي يعني الشاتر ده هو جزء ميكانيكال موجود جوه الكاميرا، يعني جزء ميكانيكي بيطلع وبينزل وسوست وحاجات كده اهو. مع الوقت، مع الاستخدام الكتير، بيبدا ان هو ما يبقاش اكيوريت، ما بيبقاش فكره الشاتر ان هو بيديك الزمن بالظبط. فالكاميرا بتديك ايرور وبتقول لك ان انت ممكن تروح مركز الصيانه تغير الشاتر ده، تريبليس الشاتر. وعلى فكره الشاتر وهو احنا بنعمل له ريبليسمنت سعره مش غالي. انا هكلم لكم دلوقتي مركز الصيانه لايف ونشوف سعر الشاتر ده قد ايه، بس خلينا نخلص الحته دي. يبقى هو جزء بيتغير عشان الاستخدام. طيب كام بقى؟ يعني الكاميرا بتاعتي بتوصل لغايه كام؟ عايز اقول لكم ان كانون بتقول ارقام، يعني مثلا تقول لك والله الكاميرا دي تقدر توصل ل 400,000، في حين انك لو دخلت على اليوتيوب او كلمت ناس من المصورين وسالتهم الكاميرا دي وصلت معاكم لغايه ايه، يقول لك والله ده انا بصور لغايه 600,000 وماشيه معايا كويس، 700,000 وماشيه معايا كويس، مليون زي ما قلت لكم وماشيه معايا كويس. الموضوع بيعتمد على استخدامك للكاميرا. هل انا النهارده بحرق شطر او انا بصور كده هو طول الوقت باخد الشطر بتاعي وانا بتحرك والكاميرا بتتحرك ومش عارف ايه والكلام ده كله، فالشطر مش في حاله ثبات، الكونديشن بتاعي مختلف. فممكن الشطر كاونت يجي عند مثلا 300 400 الف يقول لي خلاص يعني انا محتاج ان انا اتغير، ملهاش رقم. ودي حاجه اثبتت، يعني لو كانوا بتقول لك رقم فهو، او نيكون بتقول لك رقم، او سوني بتقول لك رقم، ايا كان مش لازم عند الرقم ده اتغير، مش لازم كده، استهلاكك بيفرق. لو انا بصور تايم لابس ممكن اوصل ل 600 700 الف وما يبقاش عندي مشكله. فعدد الشطر او الشطر كاونتس اللي بتبقى موجوده في الكاميرات مش شرط تكون بتدل على ان الكاميرا مهلوكه او ان انا محتاج اغير الشطر او الكلام ده كله، او هي فيها مصيبه او الكلام ده كله. عايز اقول لكم ان في سوفت ويرز، ودي حاجه الليجل طبعا، ان بدات توصل لانها توصل للفيرموير اللي موجود على البورده بتاعه الكاميرا وغير لك الشطر. مش ده المقياس بشكل كبير، ولكن انت لازم تبقى عارف ان انت الشاتر كاونت بتاعك بعد عدد صور معينه على حسب استخدامك بيحتاج ان هو يتغير على حسب استخدامك. استخدامي غير استخدامك غير استخدام محمود احمد حسين، نفس الكاميرا بنفس كل حاجه، وكل واحد غير الشاتر بتاعه على رقم معين. طب نيجي لتغيير الشاتر، فكره الكاميرا دي مغيره شاتر ولا الكاميرا دي محتاجه انها يتغير لها شاتر. عايزين نعرف هل العمليه معقده؟ العمليه مش معقده، ده جزء ميكانيكال بيتشال وبيتحط، والشركات كلها بتقول لك الشاتر ده بيتغير. وعايز اكلم لكم، انا والله محتاج ان انا اكلم حد بتاع صيانه. تعال كده نكلم مركز صيانه ونقول له والله هو اسعار الشاتر عندك كام، عشان الناس اللي بتبقى خايفه فكره ان انا اغير شاتر وادفع تكاليف والكلام ده كله. تعال نكلم كده صديقي، هنعرف بقى فكرة هل الموضوع يستحق ذلك ولا لا يستحق ذلك، عشان في فوبيا شاتر كاونتس يا تيتو. الناس والله عندها. الو مصطفى، ازيك؟ اخبارك ايه حبيبي؟ الحمد لله والله بنعم. عايز اسالك على حاجه كده، عشان انا بعمل فيديو عن الشاتر. اسعار الشاتر للكاميرات لما بتتغير بتبقى سعرها كام تقريبا؟ والله ده بيرجع لموديل الكاميرا، يعني احنا اسعار الشاطر بتاعنا بتبتدي من حوالي 400 جنيه
اللي هي الكاميرات الكروب فريم زي النايكون 300 والكانون 600 دي والكلام دوت ب 400 جنيه. بتبتدي من 400 400 جنيه ده يعني قد ايه؟ يعني $20 مثلا صح؟ ممكن ممكن لغايه 3500 جنيه لبعض الكاميرات زي السوني الميرورلس والكانون الميرورلس. الميرورلس اغلى عشان هي جديده صح؟ بعد شويه تلاقي الدنيا هديت. طب ال5 دي مثلا؟ ال5 دي مثلا يعني احنا عندنا الشطر بنقسمه 3 حاجات. فاحنا يعني ممكن في حاجه اسمها مجموعه تعمير الشطر، وفي حاجه اسمها ستائر الشطر، وفي حاجه ثانيه اسمها الميكانيزم. فاحنا يعني عمليا بنحاول ان احنا يعني عشان برضو ما نكلفش العميل. فاحنا لو لقينا ستائر الشطر بايظه بنغيرها له وما بنغيرش الشطر كامل، لان الستاره دي ورقه لو اتقطعت ولا حاجه احنا بنجيب طقم ستائر نركبه. ايوه ال5 دي مثلا، ولو احنا هنغير الشطر كامل ال5 دي بيخش له حوالي 2200 جنيه 2400 جنيه 2200 ل 2400. عايز اسالك على حاجه، هل الشطر ده ليه عدد معين من ال يعني بعد عدد معين لازم الكاميرا تغير لها شطر، ولا على حسب استخدام كل واحد؟ لا، على حسب استخدام كل واحد، لان الشطر دون ممكن يعني في كاميرات انا بتجيلي فيها مشكله ثانيه غير الشطر وبتبقى عامله مثلا حوالي 500,000 صوره. في كاميرات بتبقى عامله مثلا 20,000 صوره والشطر بتاعها 6 قطعات او حاجه. ده بيرجع للناس، في ناس بتبقى شغاله فبيشتغل هاي شطر سبيد وبيعمل كونتينيوس طبعا وبيفضل دايس، فده طبعا بيأثر عمرها يعني طبعا، لان هو اصلا اللي بيعمل لود جامد عليه. انت تيجي تعمل فيديو مكاني بقى، ده انت بتقول نفس المعلومات. لا يا راجل. حبيبي يا عم مصطفى، شكرا جزيلا ليك حبيبي يا صديقي، مع السلامه. بس كده. عامل حوار ليه على الشطر يا بني ادم؟ الشطر بيغير من اول 400 جنيه على حسب الكاميرا. يعني انت ممكن تشتري كاميرا مثلا اللي هي الكاميرات الكروب دي ب 5-6000 جنيه، وبعد 200-300 الف صوره على حسب استخدامك تروح تدفع 400 جنيه وتغير وخلاص، ويبقى الشطر تمام والكاميرا تمام وخلاص. مش ده المقياس والرهبه الرهيبه بتاعه الشطر. وعلى انت بتحرق شطر، ولا ده انا والله عشان اسعر للعميل لازم اعرف. امبارح كنت بدي برودكت فوتوغرافي ورك شوب او توك، فالناس بتقول لي هو حرق الشطر الكتير ده نحمله على مين؟ يا عم الشطر كله على بعضه ب 400-500 جنيه. الشطر كله ب 2000 جنيه لو معاك 5 دي، ب 2000 جنيه مقارنه بسعر ال 5 دي احنا بنتكلم في قد ايه؟ بنتكلم في 5% مثلا من ثمنها. فخلاص اشتغل وظبط دنيتك وما تربطش ابدا حاله كاميرا بالشطر كاونت. وزي ما فهمتكم انت لو الكترونيك خلاص ما عندكش مشكله، ولو ميكانيكال شطر بيتغير بعد بيقول لك 500,000 صوره وما عنديش مشكله. وزي ما قلت لكم في ناس بتوصل لمليون، ما عندناش مشاكل في الموضوع ده. فلازم تبقى عارف ومدرك لفكره الشاتر كاونت. وفي سوفت ويرز على فكره بتوصل بالكاميرا عشان تدينا عدد الصور دي قد ايه، بعرف بيها ده انديكيتور لفكره ان الكاميرا دي مهلوكه ولا لا. انديكيتور بس مع بقيه الحاجات، لان ممكن زي ما قلت لكم يبقى الكاميرا مهلوكه بس شطارها قليل، وممكن يبقى الكاميرا شطارها عالي وحالتها حلوه. فمش ده المقياس يا جماعه، مش دي الزتونه يعني، مش هو ده الجزء الخاص بالشطر. اتمنى اكون فدتكم النهارده في حلقه صغيره كده عن الشطر، وننهي بقى فكره الخوف من عمليه الشطر والكاميرا دي عامله كام صوره، لا ده انا مش هشتريها عشان شطرها عالي او لا، عادي مفيش مشكله. وعلى فكره كل المصورين المحترفين زي تيتو كده مثلا بتلاقيه منزل على الجروب انا محتاج كاميرا 5 دي شطرها عالي، فاهم؟ تلاقي المبتدئين دايما يقول لك ايه، لا دي عدت 10,000 صوره ب 2 صوره، صباح الفل. فعادي قشطه، الشطر ده حبيبنا يعني، اوكي يا حبيبنا اهو. اوكي تمام ولا ايه؟ تمام صح؟ طيب ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على CPC TV channel، واعمل شير لو انت استفدت من الفيديو ده على الفيسبوك او على اليوتيوب. ودعمنا بقى بالجرس والحاجات اللي بيقولوها دي في الشانلز، اعمل سبسكريبشن وكده. وما تنساش تخش على الاكونت بتاعي على انستجرام، هتلاقيني راجل رياضي وبعمل فتنس موديل مستقبلي ان شاء الله. اتمنى اكون فدتكم، واشوفكم في فيديوهات جايه من خرافات في الشطر. شكرا جزيلا.